هاي المرأة بتستخدم سيارتها الصغيرة التوك توك حتى توصل الناس على المسجد الأقصى. تعرفوا على الحجة نفيسة، عمرها 68 سنة وعاشت كل حياتها بالقدس. أعطوني بداله سيارة جيب جديدة، ما بعطيهم التوك توك لأنه فوتني على الأقصى لجوا، وبفوت الناس اللي مش قادرين يطلعوا. كثير ناس بيتصلوا فيها لما يحتاجوا مساعدة يروحوا على الصلاة في المسجد الأقصى. بتلبي طلبات المساعدة للجميع، رجال أو نساء، تتعامل مع الكل كأنهم أولادها وأحفادها، وكلمتها المشهورة بس حدا يتصل فيها على راسي على راسي. عندكم فضول تعرفوا كم مرة بتروح على الأقصى كل يوم؟ عدوا كم أذان وكم صلاة، لكن المفاجأة إنه أحيانا في صلاة واحدة بتروح وبتيجي عدة مرات حتى توصل أكثر وأكثر ناس. ممكن نتعلم كثير من الحجة نفيسة. الأفعال البسيطة مثل توصيل الناس للصلاة تعتبر نشر حب وسلام، وكل شخص فينا عنده شيء يقدمه حتى لو كان بسيط كثير.